برحب بكل متابعيني في القناة، برحب بكل متابعيني الجداد. أهلا بيكم في مطبخ توتي. هنعمل مع بعض النهاردة بسكوت على شكل دونت. سهل جدا في التحضير وزينته بأشكال جميلة كده زي ما انتوا شايفين. أنا زينته بالآيسنج، والآيسنج دي وصفة يعني مختلفة لوحدها، أنا عملت بيها فيديو في القناة سيبهولكوا في صندوق الوصف. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل اشعار جديد بكل وصفة جديدة انا بعملها ان شاء الله. زوروا قناتي هتلاقوا فيها وصفات كتير سهلة ولذيذة وحلوة، شكلها حلو، طعمها احلى، مكوناتها اقتصادية وبعملها بطريقة سهلة وبقدمها بشكل مميز زي ما انتوا دايما متعودين مع مطبخ توتي. يلا نبتدي فيديو النهاردة. هبتدي أول حاجة بالبسكوت وهو مقاديره بسيطة جدا ومتوفرة في كل بيت. هحتاج كوبايتين من الدقيق أنا نخلتهم وحطيت عليهم ذرة من الملح، كوباية أو المج العادي بتاع الشاي أنا حطيت فيه زبدة على زيت، ممكن يبقى زيت لوحده أو زبدة لوحدها المتوفر عندك، كوباية بنفس المعيار سكر بودر، وهحتاج بيضة عليها فانيليا ومعلقة كبيرة من النشا، وهحتاج معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الخل. خطوات العجن سهلة جدا. هبتدي أضيف السكر في البولة اللي هعجن فيها البسكوت. المكونات طبعا كلها في درجة حرارة الغرفة عشان تاخدي نتيجة كويسة لعجينة البسكوت. كده أنا ضفت كمية السكر كلها، ما تسيبيش حاجة علشان الكمية في المقادير بشكل عام ما تقلش عشان تاخدي طعم مظبوط للبسكوت. هضيف البيضة اللي عليها فانيليا وهبتدي اخلطهم مع بعض مع السمنة والزيت او الزبدة والزيت. اخدت كل الكمية وهبتدي اخلطهم مع بعض. انا هستخدم المضرب اليدوي. البسكوت سهل جدا ومش محتاج يعني امكانيات عالية جدا عالية قوي. اسهل حاجة في البسكوت ده ان انتي بتضيفي المكونات كلها على بعض زي ما انتوا شايفين. يعني انا ضفت الزبدة والزيت والسكر والبيض والنشا، وطبعا حطيت فانيليا على البيض، وهبتدي اخلطهم كلهم مع بعض بالمضرب اليدوي. اخر حاجة هضيفها معلقة خل صغيرة. الخل هيديني هشاشة للبسكوت، هو والنشا بيدوا يعني طعم مميز كده للبسكوت. الخل يعني مادة طبيعية او مادة تحسين للخبز او المعجنات، مادة طبيعية من مطبخك بتفرق جدا. انا دايما في المعجنات والكيكات او اي عجان بعملها بضيف معلقة الخل دي، بتفرق جدا. هخلط المكونات كلها مع بعض لحد ما تختلط وتتمازج كويس والقوام يتقل شوية. كل ما تخلطي كل ما هتدخلي هوا للخليط وده هيديني بسكوت هش. بخلط بسرعة زي ما انتوا شايفين كده حوالي 7 8 دقايق متواصلين. بعد كده ضفت النشا وبعد كده بضيف الدقيق بالتدريج، وانا استخدمت طبعا مع الدقيق نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هبتدي بعد كده اجمع العجينة بايديا. زي ما بقولكوا دايما البسكوت بيتعجن باطراف الاصابع. جمعت العجينة وسبتها ترتاح حوالي 10 دقايق، بعد كده فردتها وهبتدي اقطعها باي مقطعة مدورة. اضغطي كويس على القطاعة، افصلي العجينة كويس علشان لما تيجي تخرجي قطع البسكوت ما تبقاش شابكة في العجينة اللي انتي فرداها. بشيل بعد كده اي زيادات وبعد كده ببتدي اشيل وحدات البسكوت. اي جزء من العجينة بيتبقى برجع اعجنه وافرده واقطعه تاني. التشكيل سهل جدا وما بياخدش اي وقت. باي قطاع عندك بعد كده هتعملي بقى فتحات كده في وحدات البسكوت عشان نعمل شكل الدونات. باي غطا باي يعني حاجة متوفرة عندك. والافضل طبعا ان انتي تعملي الفتحات في البسكوت وهو في الصينية زي ما انا بعمل كده
عشان لما تخرجي الدواير الصغيرة تخرج كده بشكل منتظم. لان انتي لو شلتي وحدة البسكوت بعد ما تقطعيها كده ممكن شكلها ما يظبطش معاكي شوية، فالافضل تقطعيها في العجينة وهي في الصينية. ده شكل البسكوت بعد ما خرج من الفرن، اخد لون ذهبي من فوق ومن تحت. سبته يبرد تماما، والافضل ان انتي تعملي الوصفة دي قبلها بيوم قبل التزيين. انا هزينه بالايسنج، وانا لونت الايسنج بالالوان اللي انتوا شايفينها دي، الاخضر واللبني والاحمر. انا عندي فيديو تفصيلي ازاي تعملي الايسنج بطريقة سهلة جدا جدا، مش هتحتاجي اي امكانيات عالية، مكونات موجودة عندك في البيت. وبنلونه طبعا باي الوان صحية طعام. هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو في صندوق الوصف. ان شاء الله الفيديو هيعجبكم جدا، والايسنج بينفع في تزيين حلويات كتير قوي قوي، وهو اسهل حاجة تزيني بيها. طبعا الوان الايسنج دي حاجة بترجع لك بقى، بس انا عملت الالوان دي وكان شكلها حلو قوي، وعطي الوان مبهجة جدا للبسكوت. طبعا بغطي وحدات البسكوت وبسيبها تنشف تماما، وبعد كده ببتدي اكمل تزيينها. ما ينفعش تحطي لونين على بعض قبل ما ينشفوا، هتلاقيهم يختلطوا مع بعض ومش هيدوكي شكل حلو. ممكن تزيني بشوكولاتة، شوكولاتة بيضة او شوكولاتة ملونة، او تلوني الشوكولاتة البيضة، او تلوني سكر وتزيني بيه. انا عندي برضو فيديو تلوين السكر لتزيين الحلويات، هسيبها لكم في صندوق الوصف. فيديو هايل جدا برضو بطريقة سهلة، ممكن تزيني اي حلويات موجودة عندك. ده كده شكل الدونات بتاعي. سبته يجف شوية، بعد كده هبتدي ازينه بالايسنج الابيض. انا هنا بقى بدأت اعمل نقط كده على اللون الاحمر. يعني اعملي بقى اي اشكال مختلفة تغير من شكل البسكوت، وفي نفس الوقت تديله شكل الدونات اللي بنعمله بنلونه. شايفين الشكل ابتدى يبان جميل ازاي؟ غيري بقى في الالوان، غيري في التشكيل زي ما انتي عايزة. الوصفة دي حلوة جدا جدا ومناسبة جدا للحفلات واعياد الميلاد. لو عجبتكم الوصفة وجربتوها ادعوا لي دعوة حلوة. شايفين بقى شكله قمر ازاي؟ جميل جدا. بسكوت مختلف، طريقة جديدة، شكل جديد، طريقة تقديم حلوة مميزة، مبهجة جدا، حلوة جدا للحفلات وأعياد الميلاد. أنا متأكدة أنكم لو جربتوها هتعجبكم جدا جدا. اللي يعجبه الفيديو عمل لي لايك. شايفين الألوان بقت حلوة قوي ازاي كمان لما نشفت على البسكوت؟ البسكوت نفسه كمان هش جدا ومقرمش، مقاديره بسيطة وطريقته سهلة. احنا مجرد ان احنا ضفنا المكونات كلها على بعض وبعد كده ضفنا الدقيق، فالطريقة سهلة جدا في التحضير، وكمان طريقة الايسنج سهلة جدا جدا. وانت بس الكل مجرد اللي بتحتاجي له سكر بودر يكون ناعم جدا. يعني انت ممكن تطحني السكر البودر وتنخليه عشان يبقى ناعم معاكي، وبعد كده تكملي بقية الخطوات زي ما انا عاملة في الفيديو ان شاء الله. هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. نصيحتي ليكي جيبي دقيق مخصص للبسكوت عشان تاخدي نتيجة كويسة. اعجني العجينة بتاعة البسكوت، ما تعجنهاش كتير علشان ده مش احسن حاجة لعجن البسكوت. سيبي العجينة ترتاح حوالي 10 دقايق قبل التقطيع. لما تيجي تعملي البسكوت على شكل دونات زي ما انا عاملاه كده، اعملي الفراغات اللي في النص دي وهي موجودة قطع البسكوت في الصينية، علشان يخرج معاكي الشكل مظبوط. التزيين يعني خلي البسكوت يبرد تماما او اعمليه قبلها بيوم. الايسنج سهل جدا، ممكن تعمليه وتخزنيه عندك في علب، مش هيجراله اي حاجة لانه مكونات طبيعية. ممكن تحتفظي بيه في التلاجة كمان. زيني بقى وابدعي في الالوان وفي الاشكال زي ما انت شايفة كده. حاجة حلوة قوي ومكونات بسيطة وعاملينها في البيت، وشكل مختلف كمان للبسكوت. يعني على ما اعتقد انا مشوفتش حد عمل بسكوت على شكل دونات قبل كده. جربوه بطريقتي وان شاء الله هيعجبكم. واللي يعجبه الوصفة ويجربها يكتب لي في التعليقات. اتمنى وصفة النهاردة تكون سهلة عليكم في التنفيذ وفي التحضير، وان شاء الله هتنجح معاكم. الوصفة مظبوطة جدا، مقاديرها مظبوطة جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل إشعار جديد بكل وصفة أنا بعملها إن شاء الله. ما تنسوش
اعملوا لايك للفيديو وشيروه، الوصفة جديدة وحلوة وتستحق. انتظروني في الفيديو القادم ان شاء الله. سلام.